عاوزه اقول لكم ان موتكم كاهالي امهات او ابهات بتفرق جدا في نفسيه ولادكم. وبتبقى كده مرايه ليهم. فلما تلاقوا ولادكم متعصبين متضايقين متجننين، فكروا كده شويه، ريفلكت شويه وفكروا، هل انتوا بتعملوا كده؟ هل هم جايبين ده من عندهم ولا منكم انتوا؟ اوقات كتير قوي ما بنبقاش شايفين نفسنا، ما بنبقاش شايفين احنا بنعمل ايه، وبنحس انه ايه ده، هو ليه بيزعق، هو ليه عصبي، هو ليه قليل الادب، هو ليه ما بيسمعش الكلام، هو ليه بيرد. هتلاقي ان انت او حضرتك بتعمل كده، فهو بالتالي انت مرايه ليه، ف بيشوفك بتعمل كده فبيرفلكت كل حاجه انت بتعملها. للاسف لو كانت وحشه فولادك بياخدوها منك، لو كانت حلوه فدي حاجه كويسه جدا. فنخلي بالنا، واحنا عارفين طبعا ان اولادنا هم المعلمين الاوائل لينا، بيعلمونا كل حاجه، فنتعلم منهم كده الصبر والمعامله الحلوه مع الناس، عشان كل حاجه هيشوفونا بنعملها هيقلدوها وهيقلدونا.